ولكن عندي معرفة كاملة بالأستاذ عاطف، ومعرفتي معه منذ سنوات كثيرة، حيث عندما كان في ندوة الريحاني كنت دعاني إليها وحضرت عدة مقابلات فيها، وكان يقدم الآخرين وينسى نفسه في آخر الندوة ولا يقدم شيئا منه. ثم بعد ذلك التقيت معه أيضا في نقابة الصحفيين عند الأستاذ الله يرحمه الورداني، وأيضا سمعت من شعره الكثير، وانتهينا في اتحاد الكتاب عندما دعاني في أول أمسية عملها فيها، ثم تتابعت بعد ذلك. فهو شاعر يعني جيد وكثير المعاني ومعدد الاتجاهات فيها، ويكتب أيضا الشعر الموزون مثلنا، ثم نزل إلى شعر التفعيلة، ثم في بعض الأحيان لا أفهم بين التفعيلة وبين الموزونة فيكتب الشعر. ويوم من الأيام أيضا كرمني جدا عندما كتب لي مقدمة ديوان حكاية ذات العيون الناعسة، وكانت مقدمة من أجمل المقدمات التي كتبت لي في دواوين الشعرية الكثيرة، لدرجة الملل من القراء الذين قرأوا حتى الآن 44 ديوان، وآخر ديوان الذي كرمني فيه أيضا الأستاذ محمد علي عبد العال بمقدمته قبل 10 سنوات، والحمد لله استطعنا أن نطبع هذا الديوان. فالأستاذ عاطف شاعر متمكن من أسلوبه ومتعدد باتجاهاته وكلماته وشعره، وهو أيضا شاعر ثائر وقومي، وهذه تسعدني جدا عندما أرى في مصر الحبيبة قلب العروبة، أم العروبة، لأنه قلب العروبة لدمشق وأم العروبة لمصر. فأيضا هذه ميزة حلوة جدا أجدها عنده، وهو أنه بالإضافة إلى أنه مصري وطني فهو قومي عربي، وهذا يسعدنا كثيرا في زمن الذي يتنكرون فيه كثير من الناس ويقولون مصر أولا ومصر ثانيا ومصر أخيرا، فكأن مصر هي خارج العالم العربي وليس لها علاقة بهذا العالم العربي. ولكن الأستاذ عاطف الحمد لله قومي عربي، إلى جانب أنه مصري وطني يعتز بمصريته كما يعتز أيضا بقوميته العربية. وأرجو في المستقبل أن يعطيني هذا الديوان الأخير لأستطيع أن أقرأه جيدا وأكتب له أيضا دراسة عنه وأقدمها كرد جميل لما كتبه لي سابقا في أحد دواويني. وأشكركم جميعا، وأقول لا أريد أن أطيل، وشكرا لكم وتهنئة للأستاذ عاطف على ديوانه الأخير الذي لم يقرأه. شكرا.